لو هي فورمة مدريد يبقى ما نروح على لعبة السيتي أبدا، لأنه اللاعبة اللي مو عاجبها حدد التدريبات الرياضية وجداول التدريبات المكثفة، واللاعبة المزعوجة لأنها عم تحضر تحليلات رياضية لأنها عم تشعر بعدم الاحترام. بحب خبركم إنه الجماهير هي اللي عم تشعر بعدم الاحترام لما قدمنا عفن كروي وخسرنا 4 كلاسيكوهات ورا بعض الموسم الماضي، ولما وقعنا مع مبابي اللي مفروض يكون أفضل لاعب بالعالم وما قدرنا نحقق معه أي لقب مهم، ولما طلعنا بدوري الأبطال على إيد الأرسنال بطريقة مذلة. فنحن كجمهور مش مهتمين لأنكم عم تتعبوا زيادة بالتمرينات ولأنه لازم توصلوا على الوقت، لأنه ببساطة هذا الشيء الطبيعي. ببرشلونة فليك مثلا عقوبة التأخير لدقيقة واحدة بس عن التدريبات هو حرمان اللاعب من إنه يكون أساسي بالتشكيلة. ببايرن كومباني شفنا التوبيخ والتهزيء بأشد وأقصى الكلام للاعبين اللي كانوا يتراخوا لحتى انضبطوا والتزموا وصاروا فريق مخيف. وانتم عم تشعروا بعدم الاحترام بس لانه الونزو طلب منكم الجديه والانضباط والقتاليه على ارض الملعب. بتمنى انه الاخبار ما تكون صحيحه، انه سياسه التراخي من اللاعبين مقصوده حتى يطير المدرب الصارم ويجينا مدرب يغنجنا. اكيد الونزو بيتحمل جزء من المسؤوليه، ولكن الحل ما بيكون انه نستقصد انه يفشل حتى نجيب مدرب على مزاجنا، لانه حتى المدرب اللي كان مغنجكم الموسم الماضي صارت الفجوه بينكم وبينه كبيره، لدرجه انه ما عاد في ثقه لتعليماته على ارض الملعب، ولدرجه حتى انه اللاعيبه نفسهم صاروا يشتكوا ويصرحوا ضد اسلوبه. فشو هو المطلوب بالضبط حتى لاعيبه الريال يرضوا؟